عايز نذيع الفيديو. انا عايز نذيع الفيديو لحاجتين، ولو سمحتم اتفرجوا على الفيديو، ولو سمحتم لو في حد فيكم يعني قلبه صعبة رهيف يستحمل معايا. ليه؟ انا عايزكم تشوفوا البطل اللي لو كان حد غيره كان عمل ايه. هذا الثبات، هذا البطل. هم فاكرين ان هم لما يقتلوه الناس تخاف. اللي عملوا الكساسبة لغاية اخر لحظة وهو بيموت درس. الناس ديت وهي بتعمل الكلام ده لازم تشوفوا وتعرفوا. لازم تعرفوا الجماعات الإسلامية دي عاملة ازاي. لازم تعرفوا ولاد الإخوان عاملين ازاي. لازم تعرفوا تربية الإخوان عاملين ازاي. لازم تشوفوا المتطرفين عاملين ازاي. لازم تكرهوهم. الهبل اللي موجود عند العيال بتوعنا، العته اللي موجود عند الشباب الجديد. الفيلم ده لازم يشوفه كل الناس. المرات دي اللي بيتقتل عربي مسلم، المرات دي اللي بيتقتل اخويا واخوك، المرات دي اللي بيتقتل طيار زي الورد في عمر الزهور. لكن الولد اما تشوفه لاخر لحظه هادي رافع راسه بيقرا قرآن وبيقرا الفاتحه، بطل بطل. انا بتوجه للعزاء لشعب الاردن كله واهل الشهيد الكساسبة اللي علم كل الناس البطولة. لكن خلينا نشوف. انا عايزكم تشوفوا الفيديو ده كله من اوله لاخره. وانا بعتذر لاي حد وشعب الاردن واهل الكساسبة، بس احنا بنكرم الكساسبة واحنا بنقول انا عايزكم تشوفوا ايه اللي بيتعمل، علشان اي كلب بعد كده بيرفع ايده وبيقول ان هم دول انصار الحق يعرف ان هم دول الطاغوت وهم دول اللي ربنا هيمحق بيهم الارض. لو سمحتم اتفرجوا على اللي بيتعمل في شاب عربي مسلم. يا بتوع الاسلام يا بتوع السلمية يا اللي متربيين. الفيديو متصور كأن يوسف شاهين اللي مصور، كأن يوسف شاهين. فيلم ودراما ومزيكا وابطال وملابس واحتفال. هو ده الاسلام يا بتوع الاسلام. يعني لو واحد النهارده في استراليا ولا في ماليزيا عايز ينضم الاسلام ينضم، ده كان يطلع 40,000 من الاسلام جنبه. ادي الاسلام وادي المسلمين وادي البطل اللي ما تهزش، اللي ما رمش، اللي ما تغيرش، اللي ما تحركش. راميين عليه بنزين جسمه كله، لكن هو عارف انه قدر ربنا، قدر ربنا وهي لحظات وهيموت. مهما كان محروق مضروب بالرصاص هو بيموت شهيد، شهيد من ايدين الكلاب دول وصلوه لجنة الخلد. انا عايز حضراتكم الفيديو ده توريه لاي كلب في مصر لسه بيتكلم على التنظيمات الاسلامية وبيتكلم على ان الاسلام هو الحل وان الجماعات الاسلاميه اللي تحكم. هم دول اللي عايزين يحكموك. لازم تشوف ولازم تعرف حقيقه الناس ديت بتفكر ازاي وعايزين يعملوا فيكوا ايه. ال 4000 5000 اللي بيقتلوا الشباب بتوعنا ده فرع داعش. اللي عندك هنا اللي جابهم مرسي وقعدهم في سينا. اتفرج البطل، اتفرج البطل. ده هم مصورينه بطل، ده هم مصورينه بطل لدرجة ان انا عندي شك ان الراجل ده مات. الراجل ده كان قوي ولا اتحرك ولا رمش. كل دول على واحد. هي دي الفروسية، هي دي المرجلة، هو ده الاسلام، هو ده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اوصاكوا. هي دي معاملة الاسرى. ادي الاسير بيقرأ القرآن في اللحظات الاخيرة. اتعلم يا مسلم، اتعلم البني ادم اهو. اتفرج اوعى تقطع. بيقرا القرآن لغايه اخر لحظه، لاخر لحظه اهو واقف على رجله شهيد بطل. هو ده الاسلام بتاعكم، هو ده اللي الرسول امركم ان انتوا تعملوا ايه في الاسرى. هو ده المواطن المسلم العربي اللي انت بتحترمه، اللي كرمه ربنا لغايه اخر لحظه راكع على رجليه بيقرا القرآن. بطل. عمري ما كنت هفرجكم على الفيلم غير اما اوريكم البطل. البطل هو ده البطل اللي يقدر يقف هزمهم كلهم وهو موجود.
وهو موجود. انا اظن انه ما ماتش، انا اظن انه هو قوي لدرجه انه كان اقوى من النار، كان اقوى من كل حاجه، كان اقوى من اي حد. طبعا بيرموا عليه بعد كده طوب وبتاع علشان يتاكدوا انه مات. الراجل ما بيموتش، الراجل لا يموت، انما يا عيني هم خايفين منه، عايزين يسووه بالارض، لا قاعدين يولعوا فيه وما بيموتش. انتوا شايفين معجزه، والله العظيم ثلاثه انتوا شايفين معجزه بطل.